السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناه اسهل الوصفات مع مريم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم باذن الله كنقترح عليكم السيطلات كيجيو مقرمشين بحشوه مالحه نتحلفوا عليهم الى مصايبين بالحوت، وكيجيو لذاذين بزاف وكيخرجوا كميه وفيره. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. بالنسبه للمقادير عندي هنا دجاجه مغسوله ومقطعه على 4، خليتها بالجلده ديالها. بالنسبه اللي بغى يحيد ليها الجلده يقدر يحيدها، غير هي الجلده كتخلي الدجاج كيجي فتي. بالنسبه لباقي المكونات غادي نحتاجو كيلو ديال البصله مشلضه تكون بيضه. عندي هنا 10 دراهم ديال الشامبينيون الاسود، خديته رطبته في الماء، من بعد ما رطاب غسلته مزيان وخليته حتى تسخطر وقطعته بالقراده. علبه صغيره ديال الشامبينيون صفيته من الماء وقطعته حتى هو قطع صغيره. غادي نحتاجو الشعريه ديال الروز، خديت هنا 3 المربعات، رطبتهم في الماء طيب مع شويه ديال الملح. من بعد ما رطابوا صفيتهم وقطعتهم بالمقص. زلافه صغيره ديال القزبر والمعدنوس، معلقه كبيره ديال التحميره تكون عامره، شويه ديال الزعتر، 2 معالق كبار عطريه ديال البسطيله ديال الحوت البيضه، الملح والابزار على حسب الذوق، معلقه كبيره ديال الهريسه. بالنسبه لك كانت حاره تقدروا تنقصوا شويه حتى الهريسه كتبقى على حسب الذوق. كاس مخلط ما بين زيت نباتيه وزيت الزيتون كاس صغير. وعندي هنا حامضه معصره، معلقه صغيره ديال سكينجبير طري محكوك، تقدروا تعوضوا بسكينجبير العادي ديروا معلقه كبيره. 3 الفصوص ديال الثوم محكوكين، معلقه كبيره ديال لاموطارد، وحامضه مقطعه على 4 تكون مصيره. صافي هنا غادي ناخذ واحد الاناء غادي نوضع فيه المكونات كاملين ديال الشرموله، وغادي نضيف شويه ديال الماء، نخففها بالماء ما نديروش الزيت غير الماء. كنقص من هذيك الشرموله تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال الشرموله باش نخليها باش نطيب بها باقي المكونات. صافي هنا خديت الدجاج غادي نشرملو، نخليه يترقد تقريبا واحد الساعه صافي، وغادي نوضعه في الطنجره. من بعد ما ترقد غادي نوضعه في الطنجره وغادي نضيف عليه كاس صغير ديال ما بين زيت الزيتون والزيت النباتيه. صافي غادي نحرك ونخليه حتى كيتقلى من 2 جهات، كنقلبو بحال هذا الشكل. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما تقلى الدجاج صراحه واحد الريحه كتطلع زوينه. غادي نضيف البصله، نحاول البصله نديرها لتحت والدجاج الفوق بهذا الشكل. كيف ما كتشوفوا كندخلها لتحت والدجاج كنحطه من الفوق. صافي غادي ناخذ هذاك الاناء اللي رقدت فيه الدجاج، كنضيف هذيك الشرموله وكنزيد شويه ديال الماء، ما ديروش الماء بزاف، تقريبا غادي غير نشلل هذاك الاناء تقريبا واحد نص كاس صغير ديال الماء صافي. وغادي نضيف حامضه مصيره مقطعه على 4، كنحيد منها العظم الا كان فيه كنحيدو. وغادي نسد على الدجاج، غنسد الطنجره ونخليه يطيب. كنخليه يطيب، كنقوس عليه العافيه ما تكونش مجهده، كنخليه يطيب على خاطرو. في هذا الاثناء اللي كطيب فيه الدجاج غادي ناخذ واحد المقله تكون ما كتلصقش، غادي نوضع فيها خليط ما بين زيت الزيتون وزيت نباتيه تقريبا واحد 3 المعالق حتى 4 المعالق، وغادي نضيف واحد طريف ديال الزبده صافي. وغادي نشحر الفطر الاسود. انا رطبته وصفيته من الماء، غسلته مزيان صفيته من الماء وقطعته بالقراده. غادي ناخذ شويه من الشرموله اللي احتفظت بها في الاول، وغادي نشحر هاد
الشامبينيون واحد شويه كيتشحر. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما تشحر غادي نضيف الشامبينيون الاخضر، حتى هو قطعته قطع شويه صغيره. هو كان مقطع ولكن زدت قطعته شويه باش ما يبقاوش طرفه كبار. غادي نضيف عليه حتى هو شويه ديال الشرموله وغادي نحركو. لا تقدروا تشحروا كل حاجه بوحدها. تشحروا مثلا الشامبينيون الاسود هو الاول ديروه في اناء، عاد تشحروا الشامبينيون الاخضر حتى هويا، ولكن هذه الطريقه احسن. صافي انا من بعد ما كيتشحر كنخلطهم مع بعضياتهم، وغادي نضيف الشعريه الروز، كنضيف ما تبقى من الشرموله، وكنخلط هاد المكونات مزيان مع بعض. صافي كنخليهم يتشحروا تقريبا واحد 5 دقائق، وكنزول المقله من فوق البوطه. من بعد ما طاب الدجاج حيدته من الطنجره وغادي نخليه حتى كيبرد. صافي وكنفرتو، كنحيد ليه العظومه، كنحيد ليه الجلده. وبالنسبه لهاد التغميره كنبقى نحرك فيها مزيان حتى كتنشف من الماء وكتغمر ليا على حقه وطريقه. صافي كنبقاو نحركو فيها، ما كنوقفوش على التحريك باش ما تحرقش لينا. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طيبنا الحشوه ديالنا، هنا الا بغيتو ديروا بسطيله كبيره تقدروا تخليو الدجاج بوحدو والحشوه ديال الشعريه الصينيه بوحدها. تقسموا التغميره على زوج، النص تضيفوه للدجاج والنص تضيفوه للشعريه، وديروا طبقه ديال الحشوه ديال الشعريه والطبقه ديال الدجاج. بالنسبه اللي بغى يدير بسطيله كبيره ويفرق بيناتهم بالفرماج محكوك. انا هنا غنخلط المكونات كلها، غنخلط الدجاج مع التغميره مع الحشوه ديال الشعريه، كنخلطهم مزيان وكنذوقوا في هاد اللحظه. كنذوقوا كنشوفوا واش خاص الهريسه واش خاصه الملحه. صافي وكنخلطوا مزيان حتى كتندمج المكونات. صافي هنا من بعد ما حضرنا الحشوه خديت هنا الورقه ديال البسطيله، خديت الحجم المتوسط، وعندي هنا الزيت نباتيه خلطتها مع شويه ديال الهريسه، خليتها حتى طلقت المذاق واللون وصفيت الزيت. صافي هنا غادي ناخذ الورقه وغادي نقادها من الجناب، كنحيد لها ديك الحاشيه ديالها، وكنحاول نعطيها شكل مستطيل. صافي ما كنقصوش منها بزاف، غير شي شويه. صافي هنا غادي ناخذ الورقه ديالي وغادي ندهنها بالزيت. بالنسبه للتغميره الا طلقت لكم الزيت، هذيك الزيت صفيوها وزيدوها مع هاد الزيت اللي فيها الهريسه باش كتجيكم الورقه بنينه. صافي هنا كناخذ الورقه ديالي، الجهه الحرشه هي اللي كتكون الفوق والجهه الملسه كتكون لتحت. كناخذ واحد الاطار مربع صافي وكنوضع فيه الحشوه ديالي. هنا بالنسبه لبغيتو تزيدوا شويه الفرماج احمر تقدروا تزيدوه يكون محكوك. صافي وكنطوي بهذا الشكل. نتمنى الطريقه تكون واضحه. صافي هنا خديت شويه ديال الطحين مخلط مع شويه ديال الماء وكنلصق به الورقه باش ما كتحلش في الفران. غادي نستمر بنفس الطريقه. بالنسبه للاطار علاش كنديرو باش يجيوني البسيطلات ديالي قياس واحد، ما يجونيش شي كبير شي صغير. وانتم تقدروا ديروا اي شكل بغيتو، ديروا دائري ولا ديروا مبريوات حتى هما كيجيو مزيانين. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. صافي انا من بعد ما طويت البسيطلات ديالي وضعتهم في الطاوه مدهونه بشويه ديال الزيت، غادي ندهن الوجه بشويه تاع الزيت اللي مخلط بالهريسه.
صافي. وهنا راه كنتقبهم بواحد العود، كندير واحد التقبه ولا جوج باش ما كيطرطقوش في الفران. هنا غير نسيت ما صورتش هاد المقطع. صافي وغادي ندخلهم الفران. الحراره كتكون متوسطه، كنخليهم يطيبوا من التحت وكنهبطهم غير كيتحمروا وكنخرجهم. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ ديال البسيطلات، هنا راه خديت واحد خديت طاوه ولا بلاطو كنفرشوه ببلاستيكه صافي، وكنوضع طبقه ديال البسيطلات، نغطيهم ثاني ببلاستيكه، وكنوضع طبقه اخرى ديال البسيطلات حتى كنكمل الكميه اللي عندي. دائما كنفرق بيناتهم اما ببلاستيك ولا بورق الطهي صافي، وكندخلهم المجمد حتى كيجمدوا، كنخرجهم وكنوضعهم بحال هكا في بلاستيك او في ديبواط، وكنحتفظ بهم في المجمد. هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات اللي حضرنا مع بعض. كيف ما كتشوفوا زينتهم بشويه ديال الخس وطريفات ديال الحامض والزيتون اخضر. غنخليكم هنا مع الصوت ديال القرمشه. هنا كيف ما كتشوفوا راه كيجيو مقرمشين وكيجيو لذاذين بزاف، تحلفوا عليهم راهم صايبين بالحوت ماشي بالدجاج. نتمنى ان شاء الله هاد البسيطلات ينالوا اعجابكم، تحضروهم في هاد رمضان. كنبغي نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب وتخليوا لي تعليقاتكم. نتلاقوا ان شاء الله في وصفه قادمه بحول الله.